بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، إخواني أخواتي السادة الوزراء والوزيرات والنواب والنائبات المحترمين والمحترمات، الصورة التي أعطيتها بصدق عن الوضعية صورة مطمئنة جيدة بل جميلة في ظروف صعبة. اليوم ماشي بحال البارح، مبقاش من الممكن الانسان يمكن له يجي لهنا ويدعي اي شيء. اليوم حنا كنخضعوا للتنقيط الدولي في مختلف المجالات، التقييمات ديال المؤسسات ديال النقد والبنك الدولي والتنقيط اللي كتتابع الاقتصاد، كتتابع مناخ الأعمال، كتتابع التمويل، كتتابع التشغيل، كتتابع كل شيء. إذا لنقولها بكل صراحة أن الله عز وجل وفق هذه الحكومة في أن تتقدم بالمغرب خطوات حقيقية في الاتجاه الصحيح، ويكفي أن نذكر باستعادة التوازن الاقتصادي. الماكرو الاقتصادي بالنسبة للمغرب أعطيتكم أرقام، العجز كان 7.3% ولا دابا 4.3%، وكل نقطة إلا باقي كنتذكر راه كتمثل 10 المليار ديال الدرهم. هذا ماشي اللعب، هذه أمور صحيحة. وكذلك يعني الموجودات الخارجية، صحيح البترول كونه نقص الثمن ديالو لعب دور مهم، ولكن ماشي بوحدو، كذلك الإجراءات الأخرى. اش تيقولوا المستثمرين الأجانب؟ تيقولوا المغرب عنده صحة اقتصادية جيدة، لأن واحد الإنسان مريض، واش واحد الإنسان مريض غتمشي لعندو للدار ودير أنت وياه مشروع؟ هو مريض، عظامه مضرورين، كل شيء عنده معتل في هذيك الدار. كتشوف بعدا شي واحد يكون وضعية صحيحة، عاد ديك الساعة تقدر تمشي أنت وياه تذكروا على المشاريع وتذكروا على. الحمد لله المغرب في وضعية صحية جيدة اقتصاديا، وهذا هو اللي كيجعل المستثمرين يجيو لعنده، لا داخليا ولا خارجيا، وهو يستثمر الآن في الخارج. الآن المغرب المؤسسات ديالو، وعرفنا هذا الشيء بالخصوص في الإطار ديال هذه الحكومة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم السياسة الاستباقية ديال جلالة الملك. اليوم المغرب مذكور في إفريقيا ومذكور في واحد العدد ديال الدول كدولة مستثمرة، ماشي فقط كدولة تنتظر المستثمرين. ولكن عندكم الحق ديروا إشكاليات، هذه الوضعية اللي وصلنا لها ماشي مثالية. الإشكال الأول اللي ترتيوه عندكم فيه الحق هو الارتباط ديال الاستثمار بالتشغيل. ما يمكنش ما يكونش ارتباط ديال الاستثمار بالتشغيل، ما كاينش استثمار بدون التشغيل، ولكن بدون شك ما كاينش ارتباط كافي. وهنا أنا متفق معكم، لا بد أن نعترف أن هذه التسهيلات وهذه الأمور كتمشي للاستثمارات الكبرى بالدرجة الأولى، وهي ضرورية، هي يعني التي تجر الاقتصاد الوطني في الاتجاه الصحيح. ولكن كذلك المستثمر الصغير والمقاول الذاتي، ذاك الشاب اللي كيتخرج باقي ما تلقاش المساعده الكافيه من الدوله ديالنا. ولهذا انا كنقول بهذه المناسبه للابناك، كنترجاهم يبحثوا على ما كنترجاهمش يديروا فينا الصدقه، كنترجاهم يبحثوا على مشاريع تمويلات مناسبه للشباب اللي هما يتحملوا فيها يعني النصيب الاصلي. ولا كان من الضروري الدوله تساعد كل شاب في واحد الحد معين، اما باداء الفوائد ديالو، اما باعطاء الضمانات. حنا خصنا نعطيو للشباب ديالنا الحق باش يغامر، والحق باش يعمل المشروع الاول واخا يخسر فيه، ولا خسر خصنا نتضامنوا معاه باش
ما يأديش داك الشيء غالي، لانه ماشي من الطبيعي واحد الانسان اول مره غادي يجي يعمل مشروع نطلبوا منه انه يكون ناجح بحال كبار المستثمرين. اذا من الطبيعي اننا يعني نساندوا الشباب ديالنا في المرحله الاولى، ولهذا انا كنقترح على الابناك يقترحوا علينا مشاريع في هذا الاتجاه وحنا مستعدين باش نتجندوا معاهم فيها. كذلك العقار عندكم الحق، كاين مشكل في العقار بالنسبه لاي مستثمر يريد ان يستثمر، ولكن راه ملي جيت لهذه الحكومه الا كتذكروا ملي جيت كنقول ربما بشويه ديال السذاجه ديالي كنقول الدوله وتنقول الاداره الله يجزيكم بخير، اللي بغى يدير مشروع عطيوه العقار مجانا. ياك غادي يدير مشروع يدير التزام، بغى يخدم 100 ديال الناس، الارض سيدي ما يخلص لنا لا 2000 درهم لا 20000 درهم، ياخذها مجانا، حنا نتحملوا المصاريف ديالها. مع الاسف الشديد انه المناطق الصناعيه والاراضي المخصصه للعقار يعني في بعض كثير من الاحيان كتخضع للمضاربه، وهذا الشيء راه ماشي هذا راه منطق وثقافه وسياسه ما كتحلش بسهوله، وحنا رحنا غاديين في الاتجاه ديال المصارعه ديال هذه الفكره هذه، وديال ديال 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 انه نديروا واحد شروط قاسيه اللي ما كتسمحش للانسان باش يدير المضاربه بالعقار ديال الدوله. كذلك كاين اللي كيجي لهنايا معشر الساده الكرام المحترمين تيقول ودي هذا الشيء اللي مزيان عندكم في هذه الحكومه كله خلاتوا لكم الحكومات الجايه السابقه وانا بقى عاوتاني واحد شويه ما تعرف الجايه شكون اللي فيها، ربما نكونوا حنا نيت. ايوا ما تفرحوش بزاف ما تعرفوا. ايوا ولهذا شويه ديال الحياء. الحكومات السابقه دارت الخير الله يجزيها بخير، كان بعض الامور لم توفق فيها، هذه الحكومه كذلك الحمد لله ربي وفقها في واحد الكثير ديال الامور، دارت امور مزيانه. كاين امور ما توفقناش فيها، هذه القضيه ديال التشغيل باقي ما توفقناش فيها بالشكل المطلوب، ولكن راه ماشي ساهل، راه واحد القضيه يعني كيخصها مجهود كبير وبصراحه وبصدق. الافكار الجيده في الاداره لا تعطي نتيجتها فورا، الاداره هي طبيعيا تتاخر وتتعطل باش تستجب، ولكن كتستجب الحمد لله وكتجي الامور يعني في النهايه. فيما يخص لا سمير واخا انه يعني لا سمير يعني كاين موضوع سؤال، ولكن من الان نقول حنايا هذه المؤسسه هذه احنا تعطلنا في اتخاذ الاجراءات اللي خديناها فيها. راه هذا السيد هذا اللي كان كيسير راه وصل ل 45 مليار ديال الدرهم ديال الديون اللي عليه بين الجمارك وبين الابناك وبين الضرائب وبين المؤسسات الاخرى اللي كتساهم. وصلنا لواحد الدرجه اللي ما بقاش من الممكن نستمروا، وقفنا معاه الامور. القضيه الان في المحكمه وكنحاولوا معاه في نفس الوقت، الا هو جاب التمويلات اللازمه باش تعاود تنطلق هذه المؤسسه هذه، راه ما كاين حتى مشكل. الا ما جابش التمويلات اللازمه راه القضاء غادي ياخذ المجرى ديالو. اما فيما يخص العمال ديال لا سمير راهم غادي يتوصلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم بالاجور ديالهم على شهر فبراير، وكذلك لابد ان نقولوا ان هذه راهي ازمه، والازمه راه كتكون على كل شيء، ولكن غنحاولوا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش العمال يعني ما يتضروش، او على الاقل ما يتضروش كثيرا. نعم، لانه يوجد سؤال مبرمج في هذا لا اله الا الله. اتفقوا على الاسئله، انا ما عندي مشكل. لا نديروا لنا سؤال واحد راه مزيان فيه الخير. اما فيما يخص المناطق الصناعيه كما قلنا راه كاينه مناطق صناعيه ناجحه والاقبال عليها كثير، ويعني تقريبا عمرات كلها هي، ولكن مازال باقيين في حاجه للمناطق الصناعيه. والفكره ديال نعملوا لي بوردور ديال لي زوتوريت بحال في واحد العدد ديال الدول يعني يكون فيهم هذيك فكره جيده، وكنظن انه خصنا نفكروا في اتجاه اننا نوفروا للمقاولين الصغار والمقاولين الذاتيين كل ما يحتاجون اليه للانطلاق، ومن بعد داك الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوفوا الامكانيات ديالهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الرئيس.